هلو حبايب القلب، كيفكم؟ شو الاخبار؟ طمنوني عنكم. هاو ار everybody. توداي يا جماعه الخير راح اورجيكم مشروعي اللي بجيب آلاف الدولارات. مشروع كثير بسيط ورهيب في اربيل، ممكن تفتحه وتشتغل فيه. المشروع غير مكلف وهذا المشروع كثير حلو بالنسبه لي وانا اخترت اني اشتغل فيه. طبعا انا بمزح معكم، ما بجيب آلاف الدولارات، بس هذا المشروع ممكن يعيشك وما يخليك تعتاز حدا ولا تشتغل عند الناس بنفس الوقت. تمام؟ فبدي منك تتابع الحلقه للاخير وتشوف كل التفاصيل راح احكي لك اياها. وانا برايي الشغل ابدا مو عيب شو من كان. انا انسان ما بحب اشتغل عند حدا، لهيك قررت انه يكون لي مشروعي الخاص، البزنس الخاص تبعي، بحيث اني اكون مريح راسي وبعيدا عن وجعة الراس والآل والعنان. عرفتوا؟ في ظل الظروف الراهنه اي انسان بيقدر ينتج شيء 1% بكون هو انسان يعني ناجح. ونحن قدرنا بالتعاون مع بعض الاصدقاء انه ننشئ مشروع كثير بسيط نسترزق منه. المشروع هو اعاده تدوير النفايات، او بالمشرمحي خلينا نقول بالعربي بنلم كرتون بلاستيك. بس كيف بنلم كرتون بلاستيك؟ بطريقه كثير حلوه هلا راح تشوفوها، هي عن طريق الستوتات. طبعا يا جماعه الخير شايفين الشغل هذا بالضبط بالستوته، وين ما تشوف حاويات بدك توقف وتشيلهم، ان شاء الله بالحاويه، ان شاء الله على الاوتوستراد، ان شاء الله بالرصيف، ان شاء الله وين ما كانت تكون بدك توقف وتشيل هي الكراتين وتحطهم بالستوته وبتاخذهم بتكسرهم مشان الستوته تساع اكبر عدد من كيلوهات الكراتين. الستوتات بتشيل لحد 500 كيلو تخيل. والشغل هذا دائما لازم يكون بالليل بين التوقيت هذا لحد الساعه 4 الفجر، بدك تلفلف بكل الشوارع وتدور على كرتون لحد ما تلاقي وتعبي ستوته، كرتون بلاستيك، حديد، اي شيء ممكن تلاقي. طبعا يا جماعه الخير هسه احنا ماشيين شفنا كرتونه على الزاويه لونها ابيض، تمام؟ لازم طول ما انك ماشي تضلك تشغل عيونك رادار، تدور على الكرتونه ادوارها تنبشها من تحت الارض تمشي، شو ما كانت الكرتونه تكون المهم طالعه. سعيد هاي هيك ليك شوف هذا قد ما كانت كرتون صغار ليك اكثر من وحده فيه، صح؟ دقيقه اورجيكم اكثر من وحده، مو كم وحده؟ 3. ايه تمام تمام. اوكي حبايب القلب، هلا راح اطلع على الستوته تبعتي مثل ما انتم شايفين وراي. هلا جهزتها وشيكت عليها وكل شيء تمام. هلا راح اطلع ولم كل الكراتين، راح اشوف ابوجي. هلا راح يجي لي الصديق راح يطلع معي، تمام؟ راح نحاول نلم باسرع وقت ممكن، راح نطلع بوقت كثير شوي بكير، لانه مثل ما انتم شايفين ورانا بتكون ازمه السير والشوارع، فصعب انك تمشي بالشوارع الرئيسيه. فراح نعمل قدر المستطاع انه نقدر نعبيها كامله كلها باسرع وقت ممكن مشان نرجع نرتاح ونتحمم وناكل ونكمل سهرتنا. تمام؟ تابعوا معنا. مرحبا بالقلب، بس وصلنا احنا على الكازيه، بدنا نعبي بنزين قبل ما نطلع ونلملم فيها مشان ما تقطع عنا. فراح نعبي 3000 نورمال، وبالعاده بنعبي سوبر عشان الماكينه ما تضرب لانه البنزين جدا بجنن. فراح نعبي هسه 3 سوبر هون، 3 نورمال، عفوا 3 نورمال. تمام؟ اشوف عبينه عبينه. الشباب حبايب قلبي ما تنسونا باللايك والشير، واتمنى تدعمونا صفحه خلدون الحوراني. فديتك. عبي عبي يا اخوي خليها تغب. وتابعونا على مسلسل يوميات خلدون وعبد ان شاء الله. عبي يا اخوي عبي. فهلا بدي اروح اعبي بنزيناتي مشان نطلع نتابعوا معكم. اوكي حبايب القلب،
طبعا قدرنا نجمع ربع لحد الان، يعني ربع بسيط من الستوته، انه طالعين بحدود الساعه هيك شيء. وهلا اللي معي راح على الصيد الثاني، شاف كراتين راح يجيبهم. اليوم لازم نحن هاي ندرسها درس ونفللها لفوق وابعد من هيك، تكون لازم هي كلها كرتون. الواحد بهذا العمل بيتسلى وهيك بتحس حالك انه شعور حلو. ترى الشغل مو عيب، والشغل عند الناس مو حلو، فالانسان يعتمد على نفسه ويلاقي اي مصلحه تجيب له مصاري بعيدا عن عالم الشهره واليوتيوب والى اخره. عالم الشهره شيء والعمل شيء ثاني، لان قضيه انك تكون مشهور شيء، وقضيه انك تشتغل بمجال معين كمان شيء ثاني. هذا بزنس خاص. يعني بفتخر انه نحن عم نأدي عمل ينتج لنا ويعيشنا بدون ما نعتاز حدا. تمام؟ تابعوا معنا. تمام حبايب القلب، هسه احنا تقريبا وصلنا للقلعه واحده لساتنا عم نعبي. طبعا عبت 3/4 تقريبا، ولسه يعني ضايل شوي لنكبس ونرجع نفلل مضبوط. هذا مو الوزن الحقيقي تبعي، بتشيل 500 كيلو، فاليوم مش راح نرجع البيت قبل ما انه نعبيها كامل. طبعا يا جماعة الخير نحن فللنا الستوتة كاملة وعبيناها كرتون، وهلا رح نتجه على المصنع اللي ببيعوا فيه الكرتون والبلاستيك. حبايب القلب هسه مثل ما انتم شايفين تقريبا قربنا نوصل على المكان اللي احنا رايحين نبيع فيه الكرتون. المكان هو بالجهه الثانيه ورانا، هون بعد عنا حوالي الساعه 10 دقائق، فخليكم معنا هسه. عبد السلام منور. هلا حبايبي. مثل ما انتم شايفين تقريبا معبينها، سعيد قاعد وراه مشان ما يطير شيء او يوقع شيء. بس راح نورجيكم المعمل والمكان اللي ببيعوا فيه. تابعوا معنا المعمل، يعني حتى منظره بخوف والله، في اشياء هيك يعني بحب نبحبش عليها. تابعوا. طبعا مثل ما انتم شايفين هذا المكان اللي بيشتروا فيه البلاستيك والكرتون، هو مكان موجود فيه العشرات من الستوتات والسيارات اللي بيشتغلوا بهذا المجال واللي بيجوا ببيعوا هون. ومثل ما انتم شايفين هون في الميزان، السيارات بتصفي بوزنوها وهي قائمة، وبعد ما تفرغ بترجع بتوزن، وبعدين بتجهوا نحو المحاسب، والمحاسب بيحسب الوزن القائم والفارغ وبحاسبهم على كيلو الكرتون. كيلو الكرتون ب 200 دينار عراقي، يعني الطن تقريبا ب 200,000. ولهون حبايب القلب بتكون خلصت حلقتنا. بتمنى تعملوا لنا لايك لهذا الفيديو وتشترك في القناة إذا كنت أول مرة عم تشوفني. والشغل عمره ما كان عيب، المهم الإنسان يجرب ويحاول حتى يوصل لشيء يرضيه في حياته ويأمن له عيشته. وتحياتي لكم. طبعا يا جماعة الخير، بعد رحلتنا اللي قضيناها اليوم انا وعمكم عبد السلام، هسه جاي بدنا ناكل بأحد مطاعم الشعبية هون، مطعم شعبي على الزاوية. عبد السلام اللي عازمني على 12 سندويشة فلافل. سعيد إذا كفوش شلونك؟ انا بدي اشوف شو عندنا. كنا انه نروح على البيت نعمل لنا نفس ارجيله ونقعد على ضواء.